السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هحضر معاكم طريقة بامية بالصلصة ني في ني، خفيفة وجميلة ولذيذة جدا. جبت كيلو بامية، غسلته وصفيته وقمعته ومعاه قرنين فلفل. هحط بصلة مقطعاها صغير في الحلة، هحط معاها معلقة توم مفروم، واحط معلقه صغيره ملح، والتوابل نص معلقه فلفل اسود وكزبره وبهارات ومعلقه مرقه فوريه. وهدعك البصل مع التوابل مع الثوم. ان الكاميرا بس كانت وقعت بعدلها. دعكت البصله مع الثوم مع التوابل، بتدي طعم جميل جدا للحركه دي. وبعدين احط كيلو عصير طماطم، وبعدين اروح حاطه الباميه واديها تقليبه، واحط معلقه سمنه برضو، اقلبهم مع بعض كده. بقى انا حطيت كل حاجه كده، هعلقها بقى على النار تستوي اهي. فيها التوابل والبصل والثوم والطماطم والسمنه كلها كده ني في ني. الطبيخ الني في ني ده جميل جدا وطعمه في منتهى الجمال، بيبقى خفيف وما بيتعبش ولا يعمل حرقان ولا الكلام الفاضي ده. اغطي بقى عليها واسيبها لما تغلي. هنا كانت خدت غلوة، اوطي بقى عليها واسيبها بقى ايه تستوي براحتها. وخلي بالي بقى اتابعها عشان ما تشدش مني، ولو احتاجت شوربة ازود لها شوربة اهي. اسيبها برضو تاني تاخد ايه سوا تاني. هنا بقى كانت خلاص اخر دي مرحلة، كانت كده استوت وما شاء الله كان طعمها جميل جدا. اقدمها بقى مع رز بشعرية او بتنجان مخلل او سلطة، وبألف هنا وشفا. يا رب الطريقة تعجبكم، ما تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.